أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من كل مكان في حلقة جديدة من الدكان. ناس كتير بتستخدم كلمة في المشمش لما تبقى في حاجة مش عاجباهم، أو حاجة شايفين إنها مستحيلة، أو حاجة مش هتحصل، أو حاجة عايزين يأجلوها شوية. بس إيه هي بقى أصل الكلمة دي؟ وإيه قصتها؟ وبدأت فين؟ في أكتر من قصة شعبية اتقالت عن قصة كلمة في المشمش. زي مثلا ان المشمش من الفواكه اللي عمرها قصير جدا في السوق، لدرجة انها ممكن تفضل في السوق لمدة شهر واحد بس في السنة. وزمان اللي كانوا بيجمعوا الضرايب لما كانوا بيسألوا البياعين عن الضرايب اللي هيدفعوها، كانوا بيقولوا لهم في المشمش. يعني فوت علينا في موسم المشمش اللي جاي، يعني ربنا يسهل السنة اللي جاية، ده لو شفت المشمش اصلا. لكن اكتر قصة انتشرت هي القصة اللي كتبها الأديب أحمد أمين في كتابه قاموس العادات والتقاليد والتعبير المصرية. القصة بتقول إنه كان في واحد غني جدا، لكنه فجأة خسر كل فلوسه وثروته، لدرجة إنه ما بقاش لاقي مكان يقعد فيه. الراجل قعد تايه في الشوارع شوية، وقعد يدور على مكان يقعد فيه، لحد ما قابل واحد فقير عرف قصته وعرض عليه إن هو يجي يقعد معاه في بيته. الراجل الفقير أول يوم جه عنده فيه الراجل الغني اشترى مشمش علشان ياكلوه. قام الراجل الغني كل 3 مشمشات وساب الباقي. بعد كام يوم الراجل الفقير اشترى عنب، ما هو عنده ضيف بقى ولازم يكرمه. فبدأ الراجل الغني ياكل في العنب عنقود ورا التاني، وحتتك بتتك نازل عليه زي المنشار، لدرجة إن الراجل الفقير خاف العنب يخلص وما يتبقلوش حاجة، لا هو ولا مراته ولا ولاده. فالراجل الفقير قال له: إيه يا عم، ما بالراحة شوية، احنا كده مش هنلاقي حاجة ياكلها، ما تاكل عنب حباية حباية. فالراجل رد عليه وقال له: لا يا حبيبي، ده في المشمش. يعني المشمش هو اللي يتاكل حباية حباية، لأن حباية المشمش كبيرة وبتاخد وقت. ومع مرور الوقت اتحولت كلمة في المشمش دي لمثل شعبي مصري للتعبير عن استحالة الحاجة دي أو صعوبتها. وفي الآخر لو فاكر إن أنا أقدر أقول لك أنهي قصة هي الحكاية الصحيحة، أحب أقول لك في المشمش. سلام.